السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف ان شاء الله. حبيت نصايب الطاجين ببصله والزبيب وبطاطا، وقلت علاش لا ما نصورش معكم. ورانا درت يعني بديت كنشحر في الدجاج ديالي مع البصله وداكشي علاش قلت يعني وفكرت نصور معكم، علاش لا. صافي بديت كنصور. بالنسبه اشنو درت هنايا، درت البصله قطعتها كما كتشوفوا معايا طويله، درت عليها الدجاج والعطريه، درت الابزار، سكنجبير، خرقوم، ملح، صافي واحد شويه ديال الزيت القياس ديالي اللي غادي ندير، وصافي ورديت الطاجين ديالي كيتشحر. غادي نشحر هذا الدجاج هذا وغادي نرجع لكم. وهانتوما مشاهدينا من بعد ما خليت الطاجين ديالي تشحر مزيان، دابا راه تشحر. دابا غادي ندير فيه واحد الرويس ديال القرفه مطحونه. الا كان عندكم القرفه عواد يمكن لكم ديروا عواد، ما كانش ديروا قرفه مطحونه نتوما كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخلطوها مع مزيان. يعني كنعرفوا هذا البصله بالزبيب كتبغي القرفه. صافي غادي نخلطوا مع هاد القرفه على هذا الشكل هذا باش ما تبقاش لينا غير في بلاصه وحده. وكما قلت لكم الا كان عندكم العواد ديروا العواد. انتما كما كتشوفوا دابا من بعد ما تشحر عندي هنايا واحد جوج بصلات غادي نزيدهم، حيت هذه البصله هذه دابت، وواحد البطاطا غادي نديرها حتى هي كما كنعرفوا الدراري عزيز عليهم البطاطا. نقطع هاد البصله هذه على هذا الشكل هذا، تكون طويله. يعني البصله ديال دابا راه دغيا كتذوب. حاولوا تخليوها شويه شاده في راسها باش باش تخلي لكم يعني شي حاجه ما تذوبش كامله، ما تلقاو ما تاكل. نتوما كما كتشوفوا معايا هاد البصله هادي غنقطعها بحال هكذا. صدقوني راه كيجي لذيذ. يمكن لكم كذلك ديروه بطاطا فريت، يعني على حسب نتوما وشنو بغيتو. صافي دابا بحال هكذا وغنقطع هاد البطاطا. يمكن لكم ديروا حتى اكثر من هاد البطاطا هادي. انا بغيت ندير غير هادي، يعني كنعرفوا راه البطاطا حتى هي كتجي مع الحلاوه. وها هو الزبيب كما كتشوفوا معايا من بعد ما نقيته وغسلته. يعني ديروا القياس اللي نتوما حابين على حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار. يعني هنايا غير 4 الناس، يعني هادشي راه كافينا. صافي ودابا غادي ندير عليه واحد شويه د العطريه من الفوق، شويه ديال الخرقوم، الصداع الدراري، وسكنجبير، والابزار، وشويه د الملح. شويه ديال الملح. صافي وغادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب على خاطرو حتى يقرب يطيب. عاد غندير عليه الزيتون الاحمر. صافي مره غادي نبداو نهزو هاد لاصوص هذا نخويوه من الفوق باش هاد العطريه هذه وكذلك يعني الخضره ديالنا طيب لينا في المرق ديال الطاجين. صافي دابا غادي نخلي الطاجين بحال هكا يطيب، نسد عليه ونخليه يطيب وغادي نرجع معكم من بعد.
عفوا سمحوا لي ما قلت لكمش الربيع كزبر ومعدنوس غنديرو حتى هو بحال هكا من الفوق. صافي دابا غادي نسد على الطاجين ديالي. وهانتوما مشاهدينا بعد ما طاب الطاجين ديالنا البصله بالزبيب والبطاطا كذلك كيجي على هذا الشكل هذا. درت ليه شويه الزيتون الاحمر واحد شويه ديال الحامض مصير، وكنتمنى يعجبكم، وإلا جربتو اكيد غادي يعجبكم. دابا راه طاب وطفيت عليه كما كتشوفوا معايا، راه باقي كيطبخ باقي فوق البوطه، وكنتمنى يعجبكم كما قلت لكم. وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتضغطوا على زر الاحمر باش توصلوا جميع الفيديوهات ديالي، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. صحه والراحه فطوركم. باي باي.